تستعد السلطات الإسبانية لفتح معبر باب سبتة أمام جميع المغاربة من أجل تسهيل الحركة التجارية بين البلدين وتخفيف الضغط على إدارة الجمارك. ودخلت الحكومة الإسبانية منذ مدة في مشاورات مع نظيراتها المغربية، وتسعى الدولتين إلى تطوير العلاقات الاقتصادية على مستوى التبادل التجاري، خاصة وأن المعبر هو بوابة للدولتين معا، ومن الممكن أن يسرع من وتيرة التبادل التجاري والاقتصادي. وتسعى إسبانيا التي بادرت إلى اقتراح الفكرة إلى توطيد علاقاتها الاستراتيجية المتينة مع المملكة المغربية على المستوى الاقتصادي والنشاط التجاري، خدمة لمواطني البلدين ومصالحهما الاقتصادية. وكبداية لتفعيل هذا الإجراء، ستعتمد السلطات الإسبانية معايير جديدة لتنظيم عملية مرور ممتهن التهريب المعيشي المغاربة إلى المدينة المحتلة عبر ممر سجل، وذلك بهدف الاستفادة المادية من العملية والقطع مع العشوائية التي كانت تطبعها، كما تهدف أيضا إلى تسهيل مهمة ولوج المغاربة الراغبين في التبضع دون اشتراط التوفر على تأشيرة شنغن. وسيكون جواز السفر المغربي وحده كافيا لولوج المرء التجاري.